لا وهو أيوة باع احنا نجيب له ليمون نعناع. بقول لك ايه، هدي من تليفونك. احلى دقيقه. ايوه هتكلم امك ولا ايه؟ لا هكلم حد تاني. طب الباسورد بقى 15 2002 ها. عملت لك احلى كوبايتين نسكافيه احلى منى حبيب قلبي. هو انت بتكلم ساره؟ بكلمها عادي يعني، ممكن في الافراح ابارك لها وفي العزيان بعزيها يعني، مش اختي. ايوه يعني من امتى برضه؟ مش فاهم. تقريبا من ساعه ما كنت بحل لك مشكلتك. مش انت قلت لي ظبط لي الدنيا؟ فظبطت لك الدنيا وصالحتك عليها. اعمل لك ايه تاني يعني؟ دي غلطتي. شرا تعمل شرا تلقى يا عم. والمفروض انك انت مسجلها حبيبتي عشان تصلح ما بيننا طبعا. يا ابني ساره مين اللي سجلها حبيبتي؟ عيال اختي ولاد الجنيه يمسكوا التليفون يفضلوا يلعبوا في جهات الاتصال، وبعدين انت ركزت في حبيبتي وسبت الجزال. هي ساره الجزال يا ابني، الجزال مش ذوقي اصلا. طب اتصل لي بيها كده. واتصل بيها ليه؟ هو في حد توفى عندها ولا حاجه ولا ايه؟ وكمان عيب لما اكلمها انا يا عم، دي مرات اخويا. اتصل بيها من عندك وانا هعزيها. طب بص، انا عامل حساب العشره اللي بينا وبتعامل بحسن نيه، فهتتصل ونعرف القصه دي بتقول ايه من اولها لاخرها، ولا نحط سوء النيه ونتعامل على الاساس ده؟ لا يا عم، نتصل مرات اخويا واطمن عليه. ايه يا حبيبي، ايه الاخبار؟ ساره ازيك؟ عامله ايه؟ سارة، مالك يا ابني، في حاجة ولا ايه؟ لا عادي يعني، بس عايزه اشوفك بكره. خلاص ماشي، هصحى كده واكلمك يا حبيبي. سلام. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ ايه يا عمر، انا كويسة. يا رب دايما. انا كنت عايز اشوفك بكره. ايه الدنيا؟ مش قادرة والله، تعبانة خالص. ممكن على الاسبوع الجاي كده ولا حاجة؟ لا الف سلام عليك يا حبيبتي. خلاص ولا يهمك، نبقى نعوضها. خلاص ماشي. هخلص كده وبكلمك. سلام. انا مش عايزك تفهمني غلط. دماغ حريم، دي دماغ حريم. اكيد عايزه توقع بينا، تقعد معايا على القهوه اكتر منها، بتشوفنا اكتر منها، غيران. شش. طب هي طلعت واطيه وما قدرتش اللي انا عملته لها. طب وانت؟ انت ما شفتش مني غير كل خير. لا والغريبه كمان ان الضربه لما تجيلي منك انت. انت كنت بتفكر في ايه ساعتها وانت بتخسرني بالطريقه دي؟ انا عارف ان الموضوع لازم يتفهم بطريقه زباله، ولازم انت تشوفني غلط. انت ما تعرفش حاجه ولا تعرف حاجه عن الصحوبيه والجدعنه. انا امنتك عشان تصلح ما بيننا، مش تاخدها مني. بس العيب مش عليك كده اصلا. هو الواطي طول عمره هيفضل واطي. العيب عليا انا اللي فكرتك انك انت صاحبي. ايه يا عم، هو اي كلام بيتقال ولا ايه؟ ما تسمع مني وافهم، يمكن في سوء تفاهم. مش عايز اعرف زفت، وكفايه اول حد كده. واياك اشوفك في حته ولا لسانك يخاطب لساني. مش بقى ببعض، هما كده اصلا الزباله بتتلم على بعض. نسيت اقول لك شكرا على الصدفه اللي عرفتني حقيقتك يا صاحبي. سارة أنا مش عايز أشوفك بكرة ولا بعده، ولا عايز أشوفك خالص أساسا. ألف سلامة عليكي. أتمنى بكرة إن شاء الله تبقي مبسوطة في المستشفى.